قبل ما يبدأ الفيلم بتاعنا ما تنساش تنزل دلوقتي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان نكمل ال1000 مشترك، وما تنساش تصلي على النبي. بيبدأ الجزء التاني من الفيلم بسلاحف النينجا وهم واقفين فوق برج عالي وبيراقبوا ملعب كرة سلة من بعيد لأنهم لسه عايشين في الخفاء، وبعدها بينزلوا ملعب السلة وبيفضلوا يراقبوا اللعيبة من فوق السطح. ووقتها بتظهر أخبار على الشاشة وبيفكروا الناس بيها بالحادثة اللي حصلت السنة اللي فاتت بعد ما شرايدر حاول ينشر الوباء في مدينة نيويورك، وبيقولوا في الأخبار إن في بطل ظهر هو اللي منع شرايدر من اللي كان عاوز يعمله، وبيقولوا إن البطل ده هو فيرن. وبنعرف ان السلاحف قرروا يحطوا فيرن في الصورة علشان محدش يكتشف وجودهم، لكنهم بيكونوا غيرانين من فيرن لانه اخد اللقطة وبقى محبوب من الجماهير، فبيفضلوا يضايقوه ويحدفوا عليه حاجات من بعيد وهو بيعمل لقاء صحفي. وفي الفترة دي بنعرف ان سلاحف النينجا بيساعدوا ابريل في مطاردة راجل اسمه باكستر، وبنعرف ان الراجل ده عالم مجنون وشغال لصالح الشايدر، وحاليا الشايدر مقبوض عليه واتحكم عليه بالسجن المؤبد، لكنهم بيكتشفوا ان باكستر بيخطط ان هو يهرب الشايدر من السجن. وحاليا سلاحف النينجا وابريل بيخططوا ان هم يبوظوا خطتهم، وفي نفس الوقت بنشوف الشرطة وهي بتنقل الشايدر في عربية مصفحة علشان ينقلوه لسجن الولاية، وبيكون معاه في العربية مجرمين تانيين اساميهم بوب وروك، وبيكونوا هما الاتنين منبهرين جدا بشرايدر وبيعتبروه مثالهم الاعلى، وكمان بيكون عندهم استعداد يساعدوه في الهروب. وبيكون المسؤول عن تأمين عملية نقل شرايدر لسجن الولاية ضابط اسمه كايسي، ومعروف عن كايسي ان هو ضابط شاطر وبيحب شغله، ولكن اثناء عملية نقله لسجن الولاية باكستر بيهاجم العربية اللي شرايدر موجود فيها علشان يحرره، وبيحصل اشتباك قوي بين الطرفين والشرطة مش بتكون قادرة تسيطر على الوضع. وفي اللحظة دي سلاحف النينجا بيتدخلوا وبيحاولوا يمنعوا شرايدر من الهروب، ولكن اثناء المطاردة بتحصل حاجة غريبة لان شرايدر بيستخدم جهاز شبه بوابة نقل زمنية، واول ما بيستخدمه بيختفي في ثواني. وطبعا سلاحف النينجا بيكونوا مصدومين من اللي حصل وما بيكونوش عارفين هو راح فين بالظبط، وبيكونوا متضايقين جدا ان هو هرب. وفي اللحظة اللي شرايدر بيختفي فيها بينتقل لمكان تاني كأنه في بعد مختلف عن عالمنا، وهناك بيقابل مخلوق غريب اسمه كرانج، والمخلوق ده بيكون شبه الاخطبوط لكن عنده قدرات خارقة، وبيعرض كرانج على شرايدر ان هو يديله تكنولوجيا متطورة ويقدر بقى يسيطر على كوكب الارض بالكامل، ولكن بشرط واحد، والشرط هو انه لازم يساعده في جمع 3 قطع من جهاز اسمه دايمنشال بورتال، والجهاز ده يقدر يفتح بوابة بين البعد اللي كرانج عايش فيه وبين كوكب الارض. فبيوافق الشايدر على العرض على طول، وبعدها الشايدر بيرجع لكوكب الارض وبيروح يقابل باكستر وبيطلب منه يستخدم التكنولوجيا الجديدة والمادة الغريبة اللي كرانج اداهاله علشان يحولوا روك وبوب لجنود خارقين ويشتغلوا لصالحه. وبالفعل باكستر بيستخدم المادة الغريبة عليهم هما الاتنين، وساعتها بوب بيتحول لخنزير بري ضخم وروك بيتحول لوحيد القرن، وهما الاتنين بيكتسبوا قدرات خارقة وبيكونوا فرحانين جدا بقدراتهم دي. ولما السلاحف بيرجعوا للقابو بيبدأوا يحللوا اللي حصل، وبيكتشف دوناتيلو ان في موجات طاقة عالية جاية من خارج كوكب الارض، وبيكتشف ان الشايدر واللي معاه هيبنوا بوابة بين عالم الارض والبعد التاني. وفي نفس الوقت بنشوف ابريل بعد ما دخلت لمختبر باكستر وبتراقبه من بعيد وهو بيعمل التجربة على بوب وروك، وبتاخد بالها ان هم اتحقنوا بمادة غريبة، فبسرعة بتسرق المادة دي من المختبر وبتطلع تجري في الشارع، والعصابة بتطلع تجري وراها. وفي نفس الوقت بيكون كيسي قدام المختبر وبيشوفها وهي طالعة تجري، فبيجري وراها علشان يعرف مين دي وايه اللي بيحصل بالظبط. ووقتها العصابة بتحاصر ابريل وبيستعدوا علشان يقتلوها، ولكن في اللحظة دي كايسي بيتدخل وبيدافع عنها وبيبدأ يضرب في العصابة. وبعد لحظات الشرطة بتوصل، فبسرعة ابريل وكايسي بيطلعوا يجروا علشان يستخبوا، وفي نفس اللحظة دي سلاحف النينجا بيظهروا قدامهم، وطبعا كايسي بيكون مذهول من اللي هو شايفه وبيكون خايف منهم، ولكن ابريل بتطمنه وبتقوله ان دول اصحابها واستحالة انهم يأذوه. وبتبدأ ابريل تحكي السلاحف عن اللي حصل في المختبر، والسلاحف بياخدوا بالهم ان كيسي كان بيطارد بوب وروك
علشان يقبضوا عليهم، فبيقرروا ان هم يضموه لفريقهم لان هدفهم واحد، وبعدها بياخدوه للمقر بتاعهم علشان يتكلموا معاه ويفهموه عن كل حاجة بتحصل. وبيكون كيسي مبهور جدا من اللي بيحصل ولسه مش قادر يستوعب اللي هو فيه. وبيتفاجئ كيسي لما بيشوف المعلم سبلينتر وبيقرر يدخل في قتال معاه علشان يتحدى قوته، ولكن المعلم سبلينتر بيفوز عليه في ثانية، والسلاحف بيفضلوا يضحكوا عليه لانه كان فاكر ان هو ممكن يهزم المعلم بتاعهم. وبعدها ابريل بتتكلم مع كيسي وبتشرح له عن كل حاجة بخصوص سلاحف النينجا، وبتعرفه ان هم اللي بيحموا المدينة من سنين من غير ما حد يعرف، وبتطلب منه يتعاون معاهم علشان ينقذوا مدينتهم. وفي نفس الوقت بنشوف دوناتيلو هو بيعمل ابحاث عن المادة الغريبة اللي سرقوها من مختبر باكستر، وبيعرف ان المادة دي بتغير من الطفرة الجينية. وفي نفس الوقت بيقول شرايدر للمساعدة بتاعته ان هو قرر يصنع جيش ضخم، والجيش ده هيكون من المتحولين جينيا علشان يسيطر بيه على العالم، لكنه دلوقتي لازم يجمع الاول الثلاث قطع علشان يسلمهم لكرانج. وبعدها بيروح شرايدر يبص على بوب وروك وبيلاقيهم عمالين ياكلوا بكل شراهة زي الحيوانات، وبيكونوا فرحانين جدا بقوتهم الجديدة. وفي نفس الوقت بيكتشف دوناتيلو ان المادة دي ممكن تحولهم لبشر، وبيروح يعرف ليوناردو ان هما ممكن يستخدموا المادة دي على نفسهم علشان يبقوا بشر، وساعتها حياتهم هتتغير. ولكن ليوناردو بيتضايق وبيعرفوا ان هما ما ينفعش يكونوا اي حاجة تانية غير سلاحف، وبيطلب منه يشيل الافكار دي من دماغه. وطبعا دوناتيلو بيزعل جدا وبيسكت خالص. وفي نفس الوقت بيوصل الشجر مع بوب وروك للمتحف، وبيسرق الشجر من هناك القطعة التانية من جهاز دايمنشال بورتال لانه اساسا كان معاه القطعة الاولى. وبيطلب شرايدر من روك وبوب ان هما يسافروا للبرازيل علشان يجيبوا القطعة الاخيرة من هناك. وفي نفس الوقت بيروح مايكل انجلو يحكي لرافائيل ان هو سمع اخواتهم وهما بيتكلموا عن المادة الغريبة اللي ممكن ترجعهم بشر، فرافائيل بيتعصب لان اخواته مخبيين عليه سر زي ده، وبيروح يتخانق مع ليوناردو لانه كان مخبي عليه موضوع خطير زي ده. فليوناردو بيطلب منه ما يفتحش معاه الموضوع ده تاني لانه مش هيسمح لهم يتحولوا لبشر، ولكن رافائيل بيعرفوا ان دي فرصتهم الوحيدة علشان يقدروا يعيشوا بشكل طبيعي وسط الناس بدل ما هما مستخبيين دايما. ولكن ليوناردو بيكون رافض الفكرة تماما وبيطلب منه ينسى الموضوع ده نهائي. ووقتها بيوصل لهم خبر سرقة المتحف، فبسرعة 2 من السلاحف بيتحركوا على المتحف، ولما بيوصلوا المتحف بيعرفوا ان شرايدر بيخطط ان هو يفتح بوابة لعالم تاني علشان يسيطر على كوكب الارض. والموضوع ده هيكون خطير لان في كائنات غامضة هتعدي من البوابة وهيحتلوا كوكب الارض. فبسرعة السلاحف بيروحوا يقابلوا ابريل وكيسي وبيحكوا لهم اللي حصل، وبيتفقوا سوا ان هما يسرقوا عينة تانية من السائل الغريب علشان يحللوه. ولكن المشكلة هنا ان العينة دي موجودة في اسم الشرطة ولازم حد يساعدهم يدخلوا للاسم. فبتروح ابريل تقابل فيرن وبتقول ان هما محتاجين مساعدته علشان يقدروا يدخلوا مركز الشرطة، وبتطلب منه يشتت انتباه الضباط لحد ما يدخلوا الاسم ويسرقوا العينة، لان فيرن دلوقتي بقى راجل مشهور في المدينة وكل الناس بتحبه وبتحترمه. وبالفعل اول ما فيرن بيدخل لاسم الشرطة كل الضباط بيتفاجئوا وبيسيبوا اللي هما بيعملوه وبيروحوا يتصوروا معاه. ووقتها ابريل وكيسي والسلاحف بيبدأوا يتسللوا للاسم، واول ما ابريل وكيسي بيوصلوا قدام الاوضة اللي فيها العينة بيظهر قدامهم 2 من العصابة، ووقتها بيحصل اشتباك بين الطرفين لان كل واحد فيهم بيكون عاوز يسرق العينة. وهنا السلاحف بيقرروا يظهروا لأول مرة وبينزلوا يقاتلوا معاهم، وطبعا كل اللي في القسم بينصدموا لما بيشوفوهم. وفي اللحظة دي رئيسة القسم بتظهر قدامهم ومعاها الضباط وبيرفعوا عليهم السلاح، وبتكون الرئيسة مصدومة من اللي هي شايفاه قدامها. ولكن ابريل وكيسي وقتها بيتدخلوا بيهربوا السلاحف بسرعة من القسم قبل ما يتقبض عليهم. وبعدها رئيسة القسم بتقبض على ابريل وكيسي وبتفضل تحقق معاهم. فابريل بتعرفها ان السلاحف دول مش وحوش ولكن ابطال خارقين بيحاولوا ان هم يساعدوهم ويحموا المدينة من العصابة. ولما السلاحف بيوصلوا للمقر بيقعدوا مع المعلم بتاعهم وبيعرفوا ان البشر شافوهم، وبيكونوا متضايقين جدا من نظرة البشر ليهم لانها كلها استحقار وخوف. ولكن المعلم بيعرفهم ان البشر بيخافوا من الاختلاف
وده مش معناه ان هما وحشين. وفي اللحظة دي السلاحف بيكتشفوا مكان وجود القطعة الأخيرة من الجهاز، وبيعرفوا ان هي موجودة في البرازيل، وحاليا بوب وروك موجودين في البرازيل علشان يجيبوها. وفي الوقت ده بوب وروك بيقدروا يوصلوا لمكان القطعة الأخيرة، وبيتواصلوا مع شرايدر وبيعرفوا ان هما جابوا القطعة. وتاني يوم بنشوف سلاحف النينجا في طيارة متجهة للبرازيل علشان يوقفوا بوب وروك قبل ما يسلموا القطعة. وفي نص الرحلة بينطوا من الطيارة علشان يلحقوهم، وبينطوا على الطيارة اللي بوب وروك موجودين فيها. ولكن أول ما بيدخلوا الطيارة بيتفاجئوا بأفراد من العصابة قدامهم، فبيبدأوا يحدفوهم واحد ورا التاني من الطيارة، وبعدها بيروحوا علشان يجيبوا القطعة الأخيرة من الجهاز. ولكن وقتها بوب وروك بيوصلوا عندهم وبيدخلوا في اشتباك سوا، وأثناء الاشتباك الطيارة بتتدمر تماما. فسلاحف النينجا بيحاولوا يتحكموا في الطيارة قبل ما تقع بيهم على الأرض، وبيقدروا في الآخر إن هما ينطوا في المية وينقذوا نفسهم من الموت في آخر لحظة. وبيكملوا في مطاردة بوب وروك علشان يحاولوا ياخدوا منهم القطعة، ولكن بيفشلوا برضه. وبنرجع تاني لرئيسة قسم الشرطة بعد ما قررت إن هي تحتجز إبريل وكايسي لحد ما تعرف هتعمل إيه معاهم. فبتتصل إبريل على فيرن وبتحكي له اللي حصل علشان يساعدها، وبتقول له إن العصابة فبركت لها فيديو في المتحف على أساس إن هي اللي سرقت القطعة، وبتطلب منه يجيب دليل براءتها. فبيروح فيرن على المتحف وبيسرق تسجيل كاميرا المراقبة من هناك، والتسجيل ده بيثبت إن شرايدر هو اللي سرق القطعة. وبالليل بينجح باكستر إن هو يشغل الجهاز، وبيفتح بوابة بين كوكب الأرض وبين البعد التاني. وفي نفس الوقت بيروح فيرن يسلم التسجيل الحقيقي للشرطة، فبتقرر رئيسة الشرطة تطلق سراح إبريل وكايسي. وفي نفس اللحظة دي البوابة بين العالمين بتتفتح، ولما بتبص رئيسة القسم في السماء بتلاقي بوابة كبيرة بتتفتح. وطبعا كل سكان الأرض بيكونوا باصين في السماء وهم مذهولين، ومحدش بيكون عنده فكرة عن اللي بيحصل. وفي نفس الوقت ده سلاحف النينجا بيعرفوا اللي حصل، وبيعرفوا إن كرانج بيخطط للسيطرة على كوكب الأرض، وبيكونوا عايزين يتدخلوا علشان ينقذوا البشر من اللي بيحصل. ولكن المشكلة هنا ان هما مش هيقدروا ينزلوا وسط البشر علشان ما يخافوش منهم. فبيقترح واحد منهم على اخواته انهم ياخدوا المادة الغريبة دي علشان يتحولوا لبشر ويقدروا ينقذوا العالم من غير ما حد يكتشف هويتهم الحقيقية. ولكن رافائيل بيمسك المادة الغريبة وبيكسرها، وبيعرف اخواته ان هما ينقذوا العالم من غير ما يتحولوا لبشر. وبيقرروا في اللحظة دي ان هما ياخدوا خطوة مهمة ويكشفوا عن هويتهم الحقيقية، بالرغم من انهم متأكدين ان الموضوع هيكون ليه عواقب كتيرة. وبعد لحظات سلاحف النينجا بيوصلوا قدام رئيسة القسم والضباط، بيعرفوها على نفسهم وبيفهموها ان هم اشخاص كويسين، وكل اللي هم عاوزينه ان هم يحموا مدينتهم من الاشرار. وبيأكد فيرن على كلامهم، وبيقول له الرئيسة ان سلاحف النينجا دول هم اللي انقذوا المدينة السنة اللي فاتت من الاشرار، وبيطلب منها تثق فيهم وتتعاون معاهم. فبتقرر رئيسة القسم ان هي تديهم فرصة، وبيبدأوا كلهم يحطوا الخطة سوا علشان يقضوا على الاشرار. وبعد ما شرايدر بياخد اللي هو عاوزه من باكستر بيؤمر رجالته ان هم ياخدوه يحبسوه لانه خلاص ما بقاش محتاج له دلوقتي. وبعدها بيلبس شرايدر البدله الخارقه بتاعته وبيروح يقابل كرانج، وبيقول له ان هم دلوقتي بقوا مسيطرين على كوكب الارض. ولكن كرانج بيغدر بيه وبيجمده وبيحبسه في كبسوله علشان يسيطر هو على الارض لوحده. وفي نفس اللحظه ابريل وكايسي وفيرن بيوصلوا عند بوب وروك علشان يقتلوهم، وسلاحف النينجا بيوصلوا عند كرانج وبيبدأوا هما الأربعة يقتلوه، لكنه بيكون قوي جدا وما بينهزمش بسهولة. فوقتها دوناتيلو بيروح يستخدم جهاز التحكم وبيحاول يقفل البوابة اللي بين العالمين. وفي نفس اللحظة بيستخدم كرانج سلاح ضخم علشان يدمر المدينة بالكامل، ولكن السلاحف بيوقفوا في آخر لحظة. وبينجح كايسي في الوقت ده يستدرك بوب وروك ويحبسهم ويحدف معاهم قنبلة علشان يخلص منهم. وفي نفس اللحظة سلاحف النينجا بيتعاونوا سوا وبيقدروا يهزموا كرانج. ولكن المشكلة الأكبر إن السلاح المدمر بيكون لسه شغال، والسلاح ده مش هيتم إيقافه غير لما يقفلوا البوابة. فبسرعة بيوصل كايسي عند غرفة التحكم اللي في المختبر وبيدمر البوابة، ووقتها السلاح بيقف وكل حاجة بترجع لطبيعتها تاني. وكمان كرانج بيرجع يتحبس في البعد بتاعه. وطبعا سلاحف النينجا بيكونوا مبسوطين بالانتصار العظيم اللي هم عملوه.
وتاني يوم بتقرر رئيسة الشرطة ان هي تكرم الاربع سلاحف على المجهود اللي هم عملوه، وبتعرفهم ان هم ليهم الحرية يظهروا قدام العالم ويعيشوا وسطهم بشكل طبيعي، ولكن السلاحف بيرفضوا ان هم يظهروا للنور، وبيكون حابين فكرة ان هم ينقذوا العالم في السير. فبتقرر رئيسة القسم ان هي تسيبهم على راحتهم، وبتقول لهم ان هي هتتعاون معهم كتير الفترة اللي جاية لانها محتاجاهم في حماية المدينة. وبيخلص الجزء التاني من الفيلم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل دلوقتي تشترك في القناة علشان نكمل 1000 مشترك، وما تنساش تصلي على النبي. سلام.